هل لو انا زودت المتابعين ده معناه ان انا كده مبيعاتي زادت؟ تمام. بص، هو الإجابة ولا. طيب، هي الإجابة ولا بتعتمد على عوامل كتيرة. الإجابة عدد المتابعين بتوعك لما بيزيدوا، الشخص اللي بيخش يشتري منك او الشخص اللي بيخش ياخد يسأل على تفاصيل بيكون واثق اكتر ان في ناس كتيرة قوي وثقت في المكان ده وادتهم اولوية ان هم يعملوا لهم فولو او متابعة، فبالتالي بيبدأ ان هو ياخد ان الصفحة ديت معتمدة او موثوقة او كويس. لكن لا، لاسباب كتيره بقى. اول حاجه، لو المتابعين بتوعك دول اصلا فيك، طب بيتعرف منين؟ بيتعرف من خلال ال الشغل اللي على الصفحه. عدد اللايكات متناسب مع عدد المتابعين ولا لا؟ عدد الريفيوز اللي موجوده على الصفحه، الناس بتشكر في الصفحه ولا الناس بتقول ان الصفحه فيك ومضروبه وانه شويه نصابين؟ عدد ال الناس اللي بتقول عنكم كلام كويس في الصفحه بتاعتكم بره الصفحه. يعني واحد اشترى المنتج فقام جاي مصور فيديو كده، والله يا جماعه انا اشتريت المنتج ده من المكان الفلاني الفلاني، ونزله على صفحته هو الشخصيه وشكر فيكم. فبتفرق بقى على حسب العوامل دي. لكن الفكره كلها مش انك انت تزود متابعين. تزود متابعين لو انت صانع محتوى او كونتنت كريتور او انت ده هدفك الاساسي، لكن مش هدفك الاساسي في البيزنس اللي بيكسب منه فلوس، اللي الناس عايزه منه فلوس، انك انت تزود متابعين. ده من ضمن الاهداف المساعده، لكن ده مش الهدف الاساسي. الهدف الاساسي انك انت تجيب سيلز للبراند او للمنشاه بتاعتك.